كبار افريقيا مكملين في دوري الابطال والكونفدراليه دور ال 32 من غير اي مفاجآت، وبنسلم درع الدوري المصري في دوري ابطال افريقيا. هنتكلم في كل ده النهارده. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. ونبدا مع النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا اللي بيصعد لدور المجموعات لسنه 2025، وبيبتدي بتشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال، اتنين مساكين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، وفي نص الملعب مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، ناحيه اليمين بيرسي تاو، ناحيه الشمال حسين الشحات، وفي الهجوم وسام ابو علي. بيبدا الماتش النادي الاهلي مستحوذ على الكوره كالعاده في ملعبي، انا كسبان هناك 3، هنا راجع الفريق اللي المفروض يرجع، المفروض انه يعمل اتاك او يعمل ضغط عليا. طبعا الفريق الكيني عشان امكانياته اقل فبيحاول يضغط، لكن ده مش ظاهر في الملعب لانه بيلاعب فريق كبير. الاهلي مستحوذ على الكوره، حتى لما الكوره كانت بتبقى مع الفريق الكيني ما كانش بيكون فيها اي خطوره. في الدقيقه 23 في ضربه ركنيه للنادي الاهلي، ودي بقت ترند في الكوره في العالم، الشورت كورنر، الضربه الركنيه القصيره بتتباصى بعد كده بترجع للعيب اللي لعبها من الاول، بيعمل اوفر فبتسجل منها اهداف، وهو ده اللي عمله النهارده. عطيه الله بيبصيها لحسين الشحات، حسين الشحات بيرجعها له تاني، بيعمل اوفر جميل جدا لرامي ربيعه، بيسجل منه الجول الاول في الدقيقه 23. وبيكون كده الاهلي بقى 4-0 في نتيجه الماتشين، والماتش بقى صعب جدا على جورمايا الكيني. الماتش بيمشي، الشوط الاولاني بيكمل ودقيقه ورا دقيقه ومفيش اي خطوره ولا هنا ولا هنا. كان في كوره واحده من نص الملعب حسين الشحات بيلعبها لوسام ابو علي، حاول يلعبها بدماغه لكن عدت دماغه، غير كده مفيش حاجه ثانيه تذكر في الشوط الاولاني. وبيبتدي الشوط الثاني والنادي الاهلي مستحوذ على الكوره وبيحاول يجيب الجول الثاني عشان يخلص الماتش، وفعلا في الدقيقه 54 النادي الاهلي بيسجل الجول الثاني عن طريق وسام ابو علي، اللي بتتعمل كرة من نص الملعب. اكرم توفيق بيعدي بطريقه روعه جدا، بيعمل ثرو ليحيى عطيه الله اللي موجود في مركز المهاجم الثاني، وده مكان غريب جدا على الباك الشمال. يعني انا كمشاهد قاعد بتفرج على الماتش مستغرب جدا ان الباك الشمال يجي في المكان ده. انت عندك الوينج ورقم 8 ناحيه الشمال كانوا فاتحين الخط جدا، وهو اللي قطع ما بين المساكين والجول خرج علشان يحاول يقطع منه الكوره، بصاها لوسام، وسام جاب جول والجول فاضي. فريق جورمايا الكيني بيحاول يعمل اي هجمات لكن الاهلي ما ادالوش فرصه لده، وبنكمل الماتش والاهلي بيحاول يعمل تبديلات ان هو يطلع لعيبه. وفعلا في الدقيقه 60 كولر بيعمل 3 تبديلات، بيطلع وسام ابو علي، بينزل كهربا، وبيطلع مروان عطيه، وبينزل عمرو السوليه، والناحيه الثانيه بينزل رضا سليم مكان بيرسي تاو. بيكمل الاداء وان اللعيبه بتحاول تمشي الماتش وبتحاول تحافظ على نفسها، لان في الوقت ده لعيبه جورمايا الكيني كانوا بيعملوا تدخلات قويه شويه، فهو كان بيحاول يحافظ على اللعيبه وكمان بيدي نفس للعيبه جديده. وفي الدقيقه 72 73 بينزل قفشه وطاهر مكان حسين الشحات وامام عاشور. وقفشه وطاهر من ساعه ما نزلوا بصراحه كانوا باينين جدا في ادائهم ان هم عايزين يعملوا حاجه. قفشه في نص الملعب كان ماسك الكوره من ساعه ما نزل لغايه ما الماتش خلص، قفشه كان المحور الاداء للنادي الاهلي كله. وطاهر من الماتش اللي فات وهو بيعمل اداء عاجبني جدا، انا نفسي يكمل عليه. وفعلا طاهر في الدقيقه 91 بيسجل الجول الثالث وبيخلص الماتش على كده. وانا شايف ان اداء الاهلي في الماتشين هناك وهنا اداء يوصل للجيد. الماتشين يعتبروا هم البروفا ليك في ماتش السوبر الافريقي، فانت عملت اعداد كويس ليك وبتفكر في الماتش، واكيد اللعيبه والمدرب تركيزهم في الماتش ده. وبعد نهايه ماتش الاهلي وجورمايا الكيني في دوري ابطال افريقيا، الاهلي بيتسلم درع الدوري المصري الممتاز في لقطه غريبه وعجيبه، وده من ضمن التخبط اللي بيحصل عندنا في اتحاد الكوره. من ضمن غلطاته الكتير، غلط في 300 مليون حاجه بس ما سابش دي في حالها. قال لك احنا بنعمل درع جديد، هنسلم الفائز بالدوري درع جديد جاي من انجلترا. جميل زي الفل. لما تحب تسلم الدرع الدوري البطل الدوري تسلمه له في ماتش في دوري ابطال افريقيا، يا اخي عيب والله عليك. وانا شايف انه عيب جدا في حق الاتحاد المصري، انه اتحاد عريق ومن اقدم الاتحادات في افريقيا وفي الوطن العربي، انه يحصل مع لقطه زي دي. المنظر كان حلو ان في جمهور وفي النادي بيستلم الدرع، بس يعمل ده في اخر ماتش في الدوري زي ما كل الدول العالم بتعمل، الدوري الانجليزي، الدوري الالماني، مش هقول لك الدوريات الاوروبيه، الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري الكويت، مش هقول لك الدوريات العربيه، الدوريات الافريقيه الصغيره بتعمل اللي انت ما بتعملوش ده. اتمنى ان احنا نعدل الحاجات دي بعد كده، اتمنى ان احنا يبقى مسابقتنا شكلها كويس ونسلم الفايز بالدوري درعه في اخر ماتش وبس. ونروح على الزمالك بطل الكونفدراليه اللي بيقدر يفوز في الماتش الثاني 2-1. وبيبدا الزمالك بتشكيله في حراسه المرمى: محمد صبحي ناحيه اليمين
محمد شحاته للمره الثانيه، ناحيه الشمال عمر جابر المسلوسي، والمره دي حسام عبد المجيد بره والزناري هو اللي بيبدا. في نص الملعب دونجا، ناصر ماهر وعبد الله السعيد، ناحيه اليمين زيزو، ناحيه الشمال مصطفى شلبي، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري. وبيبدا الزمالك بنفس الشكل اللي نهى بيه الماتش الثاني ما شاء الله. اداء مش هو الاداء اللي منتظره جمهور الزمالك، وفي حاجتين اتكلمنا فيهم الماتش اللي فات برضه هم اللي حصلوا في الماتش ده. محمد شحاته ناحيه اليمين في الماتش الاولاني، الماتش الثاني محمد شحاته برضه ناحيه اليمين. انت شفت ايه من محمد شحاته ناحيه اليمين الماتش اللي فات عشان تلعبوا الماتش ده في نفس المركز؟ انت عشان تعدل مركز واحد بوظت مركزين. الناس كلها بتقول لك عمر جابر يلعب ناحيه اليمين، ومحمد شحاته لو انت عايز تلعبه باك لعبه باك شمال، انت كده كده ما عندكش باك شمال يلعب. لكن بتنقل عمر جابر من الباك اليمين توديه الباك الشمال، وتلاعب محمد شحاته اللي هو اصلا ديفندر بتلعبه باك يمين، فده بيأثر على مركزين مش مركز واحد. الحاجه الثانيه اللي انت حسام عبد المجيد المساك الاساسي بتاعك ما لعبتوش الماتش ده، والمفروض ان الماتش ده هو البروفا الاخيره ليك قبل السوبر الافريقي، فانت لعبت الزناري. طب انت لعبت الزناري علشان تشوف الزناري ولا حسام عبد المجيد في حاجه؟ احنا ما نعرفش الموضوع ده، بس اللي انا اعرفه كمتابع وكمشاهد ان انا الاساسي اللي هشوفه في ماتش السوبر الاقيه في الماتش ده. اللعيبه في اول الموسم بتجيب فورمه وبتجيب فتنس. نكمل على الاداء، واللي كان احسن واحد باين في الملعب كله هو عمر جابر. عمر جابر اللي بيعمل واجباته الدفاعيه وواجباته الهجوميه، تحس ان هو لعيب شايف مركزه في الملعب وقادر يحدد واجباته ايه فبيعملها. بقيه اللعيبه بحس ان هو في توهان، في حاجه غلط في الملعب. اللعيبه مش قادره تنفذ اي تعليمات هي متقاله لها، او ممكن تكون التعليمات مش متقاله. احنا برضو مش واصلين ايه اللي بيحصل. الشوط الاولاني نادي الزمالك مش قادر ينفذ جمله، مش قادر يتحرك بالكوره براحته. الفريق الكيني بيمسك كوره وبيروح بهجمات. وكمشاهد بتتفرج على الماتش، الشوط الاولاني بالنسبه لنا كان ممل جدا. بيبتدي الشوط الثاني ونادي الزمالك بيحاول ان هو يعمل حاجه في الملعب ويسجل جون عشان ينهي الماتش ده خالص ويبقى صعد ورايح دماغه من الموضوع ده كله. وفي الدقيقه 51 عمر جابر بيقطع كوره ممتازه جدا وبيعمل 1-2 مع مصطفى شلبي اللي بيقطع فيه حوالي 50 يارده، وبيعمل اوفر ممتاز لزيزو اللي بيسجل منه الجول الاولاني. ومن بعد الجول الاول الزمالك بيحاول انه يمسك كوره ويسجل الجول الثاني او يستحوذ على اللعب ويخلي الفريق الكيني هو اللي يلف حوالين الكوره. وبنوصل للدقيقه 60 ومن ضغط عالي لنادي الزمالك الفريق الكيني بيحضر لعب من ضربه مرمى، ناصر ماهر بيقطع كوره من حارس المرمى وبيسجل الجول الثاني. عشان تعرف ان هو فريق ضعيف جدا تكتيكيا وبدنيا وذهنيا وكل شيء، كان سهل جدا ان انت تخلص الماتش من بدري قوي. لكن بعد الجول الثاني لقينا حاله تراخي في الملعب مش طبيعيه في لعيبه نادي الزمالك، اللي بنوصل للدقيقه 66 ومن فاول على حدود منطقه الجزاء للفريق الكيني بتتعمل عرضيه وفي تمركز غريب جدا من دفاع نادي الزمالك وبالاخص الزناري اللي عمل اخطاء كتير في الماتش ده. اتسجل للفريق الكيني الجون الاول والماتش اتكهرب وبقيت انت قلقان ان انت يخش فيك جون تاني وتحصل حاجه. وفعلا بعديها بدقيقتين الفريق الكيني بيتجرأ عليك جدا وبيروح بهجمه خطيره وبيرقص 1 و2 وبيحط الكره فوق العارضه، كان ممكن يسجل الجون الثاني وتبقى النتيجه 2-2 لكن ربنا سترها. الماتش ده جوميز شارك، حسام اشرف في الهجوم، وما نزلش ناصر منسي الحمد لله اللي كان المفروض ده يحصل من الماتش اللي فات، واحنا اتكلمنا فيها الماتش اللي فات. لو عايز تشوفها ارجع شوف الحلقه اللي فاتت. بس في حاجه غريبه كمان ان انت ما نزلتش احمد محمود الباك اليمين اللي راجع لك اعاره من الجونه. الراجل ده كان اعاره في نادي الجونه ولعب معاهم سيزون كويس جدا وانت رجعته، كان لازم تديله فرصه ناحيه اليمين. والله العظيم 3 محمد شحاته ما باك يمين. محمد شحاته ديفندر ممتاز لكن مش باك يمين، واحنا كلنا شفنا المساحات اللي كانت ورا محمد شحاته والمشاكل الدفاعيه اللي عنده، لكن هو الراجل بيلعب في مكان بيحاول يأدي فيه اكتر حاجه يقدر يعملها، لكن اكتر من كده هو مش هيقدر يديك. جوميز عنده بعض المشاكل الصغيره اللي انا باخدها عليه، ان هو يلاعب مساك ما كانش اساسي معاه زي الزناري ويقعد حسام عبد المجيد، دي حاجه غريبه. ان هو يلاعب محمد شحاته للماتش الثاني باك يمين، دي حاجه اغرب. فاحنا الكلام ده جمهور الزمالك بيركز معاه وبيقول له انت ليه بتعمل كده؟ لان انا عايز ابقى واخد ثقه في ماتش السوبر الافريقي. انت عندك صفقات هتشارك معاك في السوبر الافريقي، نتمنى ان انت تشوف اللعيبه دي تكون جاهزه وتلعب وتبتدي الماتش ده، لان هي هتاثر جدا في اداء الزمالك. البروفه النهائيه بالنسبه للزمالك مش كويسه قوي وقلقت بعض الناس، لكن اظن ان ماتش السوبر الافريقي ماتش ليه حجمه، ماتش ليه اسلوبه، اللعيبه والمدربين والجمهور بيبقوا مدين له الاهميه المليون في الميه. ان شاء الله نشوف سوبر افريقي عالمي بين فريقين مصريين في السعوديه. وبكده نكون اتكلمنا عن ماتش الاهلي وماتش الزمالك ولخصنا لكم الماتشين. بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وانا ديبو وده ما لعبتش كوره.